في عالم الأعمال يكفي قرار واحد خاطئ ليحول إمبراطورية إلى رماد ويسقط علامات تجارية كانت تبدو غير قابلة للهزيمة. قصتنا اليوم ليست عن شركات صغيرة مجهولة، بل عن عمالقة هزوا الأسواق قبل أن تهزهم أخطاؤهم. قرارات تبدو اليوم جنونية، لكنها في وقتها كانت تقدم على أنها الابتكار القادم. فلنغوص معا في أغبى القرارات في تاريخ الشركات الكبرى، وكيف دمرت منتجات كلفت المليارات. الفصل الأول: قرار كوداك الأكثر غباء. في عام 1975 قام مهندس شاب في شركة كوداك يدعى ستيف ساسون باختراع شيء كان يمكن أن يغير العالم، وقد غيره فعلا: الكاميرا الرقمية. نعم، كوداك نفسها هي من اخترعت الكاميرا الرقمية، لكن ماذا فعلت؟ اعتبرت هذا الاختبار تهديدا لا فرصة، وقررت إخفاءه. قال المدير حينها: لا أحد سيشتري صورا لا يمكن مسكها باليد. وبهذا القرار قتلت كوداك مستقبلها. بين 1990 و 2005 انفجر العالم الرقمي، وقامت شركات مثل سوني، كانون، نيكون بقيادة الثورة. أما كوداك فاستيقظت متأخرة جدا وأعلنت الإفلاس سنة 2012. أغبى قرار: أن تخاف من الابتكار فخسرت كل شيء. الفصل الثاني: سوني ميني ديسك الحل الذي لم يطلبه أحد. في منتصف التسعينات كانت سوني في أوج قوتها، وبعد نجاح الوالكمان أرادت إطلاق ثورة جديدة: قرص الميني ديسك، منتج يمكنه تسجيل الصوت، قراءته بجودة عالية بحجم صغير. ولكن لماذا فشل؟ ظهور أقراص سي دي الرخيصة. الناس لم يحتاجوا شيئا معقدا، بينما السي دي كان أرخص وأسهل. سعر الجهاز كان مرتفعا جدا، دفع المستهلك $400 لتشغيل موسيقى، أمر غير منطقي. ثم ظهرت ال MP3، وبهذا انتهى الميني ديسك قبل أن يبدأ. كان قرار سوني محاولة خلق حاجة غير موجودة، فجاء الرد من السوق: لا شكرا. الفصل الثالث: جوجل بلس محاولة يائسة لإسقاط فيسبوك. عندما رأى عمالقة التكنولوجيا جوجل أن فيسبوك أصبح منصة عالمية، قرر أن يطلق المنافس جوجل بلس. لكن لماذا فشل رغم أن جوجل كانت تملك كل الموارد؟ التجربة كانت معقدة وغير مفهومة: دوائر، مجموعات، مشاركة. الناس يريدون شيئا بسيطا، لا امتحان رياضيات. جوجل أجبرت المستخدمين على إنشائه. لكي تعلق على يوتيوب مثلا تحتاج جوجل بلس. الناس كرهوا هذه الخطوة. غياب المحتوى الحقيقي: لا أحد ينشر، لا أحد يتفاعل، فأصبح المكان مدينة أشباح. وفي عام 2019 أعلنت جوجل رسميا إيقاف المشروع نهائيا. الفصل الرابع: ماكدونالد آر ديلوكس أكبر فشل تسويقي في تاريخ الوجبات السريعة. في منتصف التسعينات ماكدونالد قررت صنع برجر فاخر للبالغين فقط. أطلقت عليه اسم آرك ديلوكس يعني الفكرة كانت: نحن مطعم وجبات سريعة، لكن سنقدم برجر راقي للناس الكبار. لكن ما المشكلة؟ الزبائن يذهبون لماكدونالدز لشيء واضح: وجبة بسيطة ورخيصة. فمن سيشتري برجر فاخر من مطعم سريع؟ الحملة الدعائية كلفت $300 مليون وفشلت. تم تصوير أطفال يرفضون أكل البرجر لأنه للكبار. كان المفترض أن تكون فكرة تسويقية ذكية، لكنها تحولت لسخرية. السعر مرتفع والطعم عادي جدا، لم يقدم أي قيمة. بعد أشهر قليلة تم سحب المنتج تماما. فهذه ليست مجرد أخطاء، بل دروس. الابتكار الذي لا تتبناه سيتبناه غيرك. المنتج الذي لا يحتاجه الناس لن يشتروه. إجبار الجمهور يجعله يرحل. تغيير هوية العلامة التجارية قد يدمرها. عالم الأعمال قاسٍ، والنجاح لا يحمي الشركات من الغباء الإداري. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات، ولا تنسوا كذلك اللايك والاشتراك في القناة. ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.